ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده حبايبي كده هنعمل الجرس الطرية معانا صيامي. عشان بس يعني محتارين كل يوم نفطر بيه الصبح. فقلت كده اعمل معاكم فيديو. انا كده كده يعني دي حتى لو مش صايمين يا حبايبي وحابين مثلا نفطر بحاجات خفيفة، اما اعمل كمية واحطها في التلاجة. بس قبل ما ابدا معاكم الفيديو اقول لكم على المقادير. اتمنى اللي مش مشترك في القناه واول مره يشوف فيديو لينا يشترك، واللي يشترك جديد يفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واختار اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. ما تنسوش التعليق الحلو وما تنسوش اللايكات عشان ترفع الفيديو. اول حاجه حبايبي كده انا عملتها، انا جبت شويه ميه دافين خالص، يعني بص زي دمعه العين. طبعا لو الجو سخن خالص مش هنسخن الميه، يعني مش هندفيها، هتبقى من الحنفيه على طول. وحطيت فيها معلقه خميره فوريه. وحطيت نص كيلو سكر على الكميه اللي انا هعملها دي كلها. وشايفين ربع ازازه الزيت اللي انا خدتها، يعني كوبايه من بتوع العصير العاديه او المج اللي هو 250 مللي. زيت كله مع بعضيه، دوبت الخميره مع نص كيلو السكر مع الميه مع شويه الزيت. ابسط من كده واسهل من كده مش هتلاقوا. بصوا، وما خدتش خمر خالص لان الخميره الفوريه طبعا كلنا عارفين ان هي مش هتاخد وقت. بس واديت الدقيق القمح العادي. انا ما حطيتش عليها اي اضافات بامانه. الدقيق العادي خالص الموجود في البيت، لو ما عندكيش دقيق قمح يعني في البيت تقدر تشتري الدقيق اللي هو دقيق الفينو اللي بره داتي. هتشتري منه مثلا 2 كيلو 3 كيلو اللي انت عايزه تعمليهم. انا هم الكميه اللي عملتهم دول هتشوفي كل كميه الكحكه اللي انا عملتها بيه. ما خدوش معايا وقت، بص ساعة زمن كنت خالصة منهم يعني، ولا خدوا معايا وقت في تقطيعهم ولا وقت في عجينهم، وطريقة قدامكم. ما فيش اي حاجة، انا ما وقفتش الفيديو معاكم. كل المقادير انا حطيتها معاكم زي ما قلت لكم. شوية المية، طبعا هتحط كمية المية بالذات، تحط كمية قليلة. لو عوزت تضيفي مية تاني، ما عوزتيش يبقى خلاص كده كفاية. بس عشان ما تكتريش مية بعد كده ترجع تضيفي دقيق تاني ويكلكع منك كده ومش هيبقى حلو. انا حطيت زي ما قلت لكم نص كيلو سكر على الكميه دي. طبعا السكر انت هتقدر تتحكمي فيه، لو عايزاه اكتر من كده ظاهر ماشي هتضيفي الكيلو كله، عايزه اقل من كده تمام. براحتك. عايزه تضيفي معلقتين ثلاثه بس سكر وتحشيها بجبنه مثلا، او من غير سكر خالص وتحشيها مربى وهي عجينه، فبراحتكم. هم انا بصراحه عيالي ما يحبوا يعني نفس الطريقه دي، بس كنت اما اضيف لها حشوه جبنه من جوه. بس كان ده الكلام ده في الفطار. طبعا كل سنه وانتم طيبين دلوقتي صيام، فانا ما حشيتهاش اي حاجه. وقلت بدل ما احشيها مربى وتبقى مسكره زياده، انا حطيت لهم بس حبه السكر ده. على فكره كان سكرها مظبوط خالص، اللي هو لا زياده قوي ولا هو قليل خالص من الظاهر. وكوباية الزيت اللي حطيناها دي تقدري برضو يعني لو تحبي تقلل الكمية ماشي، هتزوديها برضو مش هتأثر معاكي في الفطار. تقدر تضيفي بدل الكوباية دي تقدر تضيفيها كوباية سمن بلدي، هيديكي أحلى طعم شوية كحك هتعمليهم في حياتك. الجرس الطرية الفلاحي. بصوا برضو عشان يعني ببقى ماشية معاكم خطوة خطوة. تقدروا برضو للعجينة ما تحطيش خميرة فورية، وتقدر تحط الخميرة اللي هي العادية البيرة العادية ديتي. أنا هنا كنت أما أجرب قطعة في ايدي كده، حسيت ان هي عايزه شويه ميه صغيرين تاني، احط لها. طبعا الجرس الطريه دي مش عايزين العجين اللي هي تبقى طريه خالص. عايزين كده العجينه اللي ماسكه نفسها شويه، اللي هي وسط، ولا هي طريه خالص ولا هي ناشفه خالص. شايفين؟ يمكن انتم ملاحظين برضو في عجنها العجينه عامله ازاي. لو زي ما قلت لكم مش عايزين تعملوها بخميره فوريه، تقدروا تعملوا مثلا قبلها بساعتين ثلاثه طبقين دقيق كده على الكد، بمعلقه صغيره او مكعب واحد من الخميره البيره اللي هي العجين، عارفين فاهميني؟ ونفس المكونات برضو. وبعد كده تاخدي العجين تاخدي شويه الدقيق التانيين تعجنيهم بشويه ميه ومعاهم المكونات اللي احنا حطيناها وتنزل عليهم بالخميره. بس انا بصراحه بفضل الطريقه دي، لان يعني مش هعجن مرتين، هي اول عن اخر كده. بصوا شايفين شكل العجينة؟ انا بس حطيت لها حبة زيت كده عشان بس الوش ما يجشفش. وهغطيها واسيبها لحد ما خلاص كده كانت اختمرت. وانا خدتها فوق على طول، قلت خلاص يعني بدل ما اقطع تحت واطلع فوق قدام الفرن، لان انتوا عارفين ان انا حاطه الفرن فوق. قلت خلاص اخدهم كلهم كده و... واطلع على طول اسوي قدام الفرن وانا جايه. آه، خدت بصوا السجان ديت احنا عاملينها في البيت زي ما قلت لكم. انا بص كل حاجات المعجنات بتاعتي، حاجة العيد اي حاجة عندي بعملها في السجان ديت. بصراحة السوا بتاعها حلو خالص خالص. اما طلع الحاجة سواها مظبوط، اللي هي ولا واخدة لون زيادة ولا اللي هي نية خالص. وفي نفس الوقت اما تنجز معايا انا عندي صواني ألمونيا كتير يا جماعة على فكرة. اللي هي مخصصة اصلا
للجرس والحاجات دي، وخصوصا في الصعيد يعني. بس انا بصراحه بفضل السجان ديت، حلوه خالص خالص، انا بحبها. بص نظيفه خالص بلمعتها. كل مره ما اجي اعمل فيها اغسلها، وقبل ما اشيلها اغسلها برضو عشان تفضل نظيفه دايما. انا هنا كنت خدت ميعاد بس ما صورتش معاكم، شويه ميه سخنين كده عشان اطهرهم، وبحط السلكه وغسلتهم ولمحتهم وبقوا مية مية، هم اصلا نضاف على طول. على فكرة يا جماعة، يعني عشان ما تخافوش منهم، ده مش هم يصدوا ولا حاجة، ده زي ما شايفينهم كده، بلمعتهم لحد ما احنا نسهل منهم ونرميهم او ان احنا ما نستعملهمش. إيه، بصوا انا كده كنت دهنت الصاج حبة زيت صغيرة خالص، وبعد كده خدت ما بالايدي زيت كده. انا كنت خلصت اول صاج واتملى، وبعد كده إيه كملت، يعني ما حبيتش اطول معاكم في التصوير، وشايفين توخة كان مزودني يعني، ده طبيعي. بصوا شايفين اللمعة دي، على فكرة بأمانة مش من الزيت، هو أصلا لونه كده يعني، ده لونه أصفر كده بلمعته. أما أحط حبة زيت صغيرة خالص بس عشان الكحك ما يلزكش، أو الجرس، أنا مصممة على الكحك مش عارفة ليه. شايفين بصوا ما واخدينش معايا أي وقت ولا أي مجهود بأمانة يا جماعة. بصوا تعملوا أي كمية أنتوا عايزينها، هي ساعة زمن تخلصوا منها. انا عبت ما سبتهم في الماجور يختمر، عبت ما غسلت السجان، وعشان ما ابقاش كدابه شربت كوبايه شاي وطلعت على طول، على طول قطعته. يا دوبك بامانه غسلتهم، بس يعني الوقت اللي فيهم نص ساعه بس، غسلت فيها السجان بتاعتهم. وشايفين تقطيعهم برضو ما خدش وقت، اي حجم انت عايزه تعمليه براحتك. عايزه تعمليه الكحكه اللي هو العاديه ديت، الجرصه العاديه اللي هي مفتوحه في النص، برضو براحتك. التقطيع ده يا جماعه على حسب ما انتوا عايزين. عايزين على فكره تعملوها برضو صوابع، يعني زي الفينو كده، ماشيه معاكم في اي حاجه. عجينة سهلة خالص، وتقدر تشكليها زي ما انت عايزة، ومش تاخد معاك اي وقت، والكمية اللي انت عايزاها. يعني بص دول يكفونا كام يوم. وعلى فكرة العيال برضو خدوا منهم بأمانة، فطروا منهم الصبح، وخدوا منهم معاهم، وقال لهم خلاص احنا زهدنا من السندوتشات كل يوم. انا هاخد معانا من الجرس دي، وجابوا شيبسي وخدوا معاهم، وشكروا ربنا على كده. بأمانة يعني أنا كنت بعملها لهم على طول زي ما قلت لكم، محشيها جبنة، محشيها مربى، محشيها نوتيلا، بس الكلام ده في الفطار. وخصوصا اكتر حاجه ما يحبوها بصراحه تكون محشيه جبنه، عشان لما تبقى اللي هي، عارفين انتوا اللي هي تشبع، وفي نفس الوقت ما تخليش يعني الحلو زياده يا جماعه على طول، يعني ما يشبعش ونفسك ما تروحلوش على طول. هي ممكن حبة اتنين كده وقت الفطار وخلاص. لكن الجبنة كانوا يفطروا ماشي، عايزين مش عاجبهم الغدا بتاع البيت مثلا، حاجة معينة مش هم ياكلوها، يروحوا واخدين قرصتين كل واحد فيهم ويشكروا ربنا. كوباية شاي مثلا الصبح مع قرصة مية مية. بالليل مثلا مش عايزة تاكل حاجة من أكل البيت وكده، برضه كوباية شاي كوباية لبن في أي وقت. بصراحة ما تنفع. وعلى فكرة تقدر تعمل الكمية اللي انت عايزاها، تقدر تضيفي سمسم في قلبها ماشي، تقدر تحط سمسم من فوق، بس بصراحة ما كانش متوفر عندي الوقت ده. وتعملي الكميه اللي انت عايزاها، وتحطيها في الفريزر وتطلعي منها. انت لو سبتيها اصلا دقيقتين بره هتبقى معاكي طريه وزي الميه عسل. من غير برضه لو مستعجله في الميكروويف، هي بص نص دقيقه ربع دقيقه مش مكملين، هتلاقيها فكت معاك وتبقى كأنها لسه مخبوزه. تقدر تعمل الكمية اللي انت عايزاها، وفي علبة في التلاجة مثلا، اكياس من بتوع التلاجة، تقدر تضيف الكمية اللي انت عايزاها وتطلع منها بالطلب، هتطلع معاكي سهلة خالص، ولا هتعجن ولا هتغير طعمها ولا الكلام ده كله. بس اهم حاجة تحطيها في حاجة يعني محكمة الغلق، عشان بس ما تاخدش روايح من التلاجة وطعمها يتغير، وهتقعد معاكي زي ما انت عايزة. يعني تقدر تعمل كل اسبوعين وتحطيهم في التلاجة للفطار لعشاك العيال يفطروا الصبح منها قبل ما يروحوا المدرسة. سهلة خالص، ومش هتاخد منك أي حاجة. كل اللي موجود عندنا السكر وشوية الدقيق، وبرضه السكر على حسب الكمية. لو عايزة تحشيها مربى أو نوتيلا، ما تحط لها السكر نهائي عشان ما تبقاش حلوة قوي يعني. ولو في الفطار هتضيفي بدل الزيت كوباية سمنة. ممكن تحطي خليط سمنة العلب مع سمنة بلدي، أو ممكن مثلا متوفر عندك تضيفي نص كوباية بس سمنة بلدي، هيديها طعم روعة وريحة روعة وكل حاجة تبقى فيها حلو. نص كوباية بس، اللي هو المج العادي اللي هو 250 مللي، من بتوع الشاي دول. برضه في الصيام زي كده، مش يعني هو بس الأكتر فيه إن هو تغيير طعم بس من السمن البلدي للزيت، مش أكتر من كده. لكن هو القوام بتاعها، هو الطراوة بتاعتها، وهتبقى مية مية معاكي. أنا شفت الكمية اللي كل اللي عملتها دي، حطيتهم في علبة كده في الفريزر، وما طلع لهم منهم للفطار، يفطروا منها قبل المدرسة. وزي ما قلت لكم بقى، ما أنا خدوا معاهم المدرسة، ما رضوش ياخدوا سندوتشات. أنا دي لي كام يوم لما يعني صيام وكده، يا طعمية، يا مثلا بطاطس، مش عارفة ايه حاجات يعني، هم
زهدوا يا جماعة، فاهمين؟ مش عارفين ياخدوا ايه، مش عارفين ياكلوا ايه، وما يجيبوا لي بأمانة تلات ارباع السندوتشات بتاعتهم يجيبوها لي زي ما هي، يا ماما ملناش نفس ناكل. فقلت خلاص اغير لكم كده ويمكن ربنا يفتح نفسهم. كانوا ما ياكلوا وانا يا دوبك طلعتهم، والنهار كله يعني بأمانة حتى اتعشوا منهم برضه عشان تبقى يعني ابقى صادقة معاكم. اللي كلوهم ناموا عليهم، ما قدروش ياكلوا حاجة تاني، وفرحانين بيهم. وغير كده حاجة معمولة في البيت نظافة يعني نظافة وموفرة في نفس الوقت. تخيل انت لو تروحي تشتري كيس جرس دلوقتي، شوفي عامل كام، يعني عامل قد ايه وحجمهم قد ايه اصلا، يعني ما يشبعوش عيل. آه، الكمية كانت كبيرة، انا قطعت دولة بس غباء مني ان انا ما غسلتش الصجان اكتر من كده. غسلت الكمية دول وكنت عاملاهم هيكفوني. رجعت طيبتهم وبعد كده رجعت طيبت سويت تاني في حاجة تاني. آه، هنا كنت النار يعني بص، ولا تخليها عالية جوي ولا مسخن الفرن، ولا عالية جوي ولا واطية جوي. شايفين اللون ده طبعا براحتكم، عايزين ازيد من كده ماشي، عايزين اقل من كده ماشي، بس بصراحة انا مش بحب اللون الفاتح في الجرس عامة. انا احب كده واخده لون حلو وأما يديها طعم احلى. ده برضو ده حاجة في ايديكم انتوا وبراحتكم. حجم القطعة برضو زي ما انت عايزين. هنا كنت خلصت قلت خلاص اسيبهم يبردوا بدل ما استنى يبردوا واشيلهم عشان الوقت خلاص كان الليل داخل علينا وكده. فروحت جبت الصواني الألمونيا دي وعملت فيها نفس الموضوع برضو. شوفوا الكمية دي كلها عاد هتطلع معانا كمية حلوة خالص. بصوا الكمية اللي طلعت، حطيتهم في الفريزر ومية مية. شايفين الطراوة اللي فيها؟ عسل. اتمنى يا جماعة اللي وصل لحد هنا معايا ما ينساش اللايك، يعني ده شجعوني، مساعدة لاختكم. شايفين شكلها من جوه، ودي كانت لسه سخنة على فكرة. وما تنسوش التعليقات الحلوة بتاعتكم، ما تنسوش اللايك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. واتمنى كده ما اكونش صدعتكم والفيديو خفيف على قلبكم. دلوقتي اقدر اقول لكم سلام يا حبايبي.